والبنات اللي احنا بنقعد نشوفها ترقص وتتنطط وتعمل الشغل العقباوي ده، احترم نفسك. يعني احترم نفسك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك ونوصيكم في النساء خيرا واياكم والمؤنسات ورفقا بالقوارير. وبرضه ما تنسيش برضه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك رايت اكثر اهل النار النساء. فانت بقى انت وحظك بقى، عايزه تخش على الشوايه، دي بتاعتك. عايزه يبقى عذابك خفيف كده على الجريل، برضه دي بتاعتك. عايزه ربنا يكرمك كده وما يبقاش عذاب خالص، استغفري ربنا. وهو ربنا قال لك في رحمتي وسعت كل شيء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء والارض ثم استغفرتني غفرت لك. رحمه ربنا كبيره قوي على فكره. وربنا بيحاسبنا في الدنيا برحمته مش بعدله. لو بيحاسبنا في الدنيا بعدله هيخسف بينا الارض. والله العظيم هيخسف بينا وبالارض وبالدنيا كلها. يعني مش عارف اقول لكم ايه، البنات اللي بتقعد تطلع ترقص لي عقباوي في الافراح، لم نفسك يا اختي. انت مفكره اللي هيجي لك يعني ياخدك ده علي بن ابي طالب؟ لا مش علي، ده مش عارف يجيب اصلا كيس جل من ابو 3 جنيه. ده هو مقضيها تفتيشات ونصبات، او اقسم بالله بيشحت التيشيرت من صاحبه والبنطلون والشغل ده. لكن هو لو راجل حر وانت بتتشقلبي قدامه كده هيقول لك ده عيله ناقصه. مش دي اللي تنفع ام العيال. ما هو دي اللي انا اقدر اقوله بقى بما يرضي الله. والله الحمد لله الواحد على قد ما عمل وعلى قد ما سوى ما ظلمتش غير نفسي، عمري ما ظلمت بني ادم. الحمد لله يا رب. لو انا ظالم بني ادم حسبي الله ونعم الوكيل فيا. ويا رب اي بني ادم ظلمني بقى يا رب، بص هدعي له دعوه سيمبل سيمبل سمول صغيره كده، يا رب يسلط عليك نفسك. كل ما اعدي كده والاقيك بتتنطط كده زي اللي معمول له عمل على القرموط، انا ببقى مستقنيص. اه بتكيف. اه اتكلم عليها براحتك وقول اللي انت عايز تقوله براحتك. ما في ملايكه بترد غيبتي. وممكن عشان انت قذر مثلا وشايفني انا احسن منك، اه فالكلام كتير، وطول ما الكلام عليك يبقى انت فاشخ كل اللي حواليك. سلام. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.